تزوجت بواحد الراجل اللي ما كنتش كنقدر نتنفس بلا بيه. كنت كنبغي لواحد الدرجه ما كتصورش، وحتى هو كان كيقول انه كيبغيني. نهار جا بغى يخطبني مع دارنا، ماما ما بغاتش، قالت لي هذا ما يليقش لك. تحديت الام ديالي وتزوجت، وكانت اكبر فرحه في حياتي. حملت من بعد عام ديال الزواج، حيت انا ما كنتش باغا نولد قبل، غير ولدت بديت كنحس بشي حاجه تبدلت في العلاقه ديالنا. واحد النهار نسى التليفون ديالو في الدار مع ديك الوحده مورا الغدا، ومشى للخدمه، حيت نساه ملي كان كيلبس صباطو حدا الباب. حتى انا ما ديت ما جبت، حتى كنسمع في التليفون كيصوني من بعد نص ساعه فاش مشى. انا منين شفت تما هزيته وقلت راه يمكن لا نساه وحطيته فوق الكوفوزه ديال بيت الناس. شويه عاوتاني وانا نسمع الصونيط، هاد المره هزيته وانا لقى ميساج مكتوب فيه ما تنساش تجيب معاك الخبز وانت جاي. وانا نقول مع راسي كيفاش هادشي، كيفاش تجيب معاك الخبز؟ صيفط ميساج لديك النمره كتبت كيفاش. هنا كنت فاجئ بالميساج اللي غير لي حياتي للاسوء، ولات حياتي كحله. ميساج اللي فيه وراك عارف الوحم رانا من الصباح وانا كنتبوع ومريضه وما قاداش نعجن، تلفات بيا الدنيا. صونيت على النمره وهي تجاوبني بواحد الصوت مريض وعيان، قالت لي جيب معاك الخبز رانا مريضه ما قاداش نتحرك. قلت لها شكون نتي، وهي تسكت وقطعت عليا التليفون. عاود صونيت وما جاوبتنيش. صيفط لها ميساج قلت لها شوفي انا رانا عارفه كلشي، وتليفون راجلي عندي وغندير للبوليس بتهمه الفساد. قالت لي بغيتي تقولي راجلنا الحبيبه؟ ما نعاودش لكم. انا تصدمت وتلفت، قلت لها كيفاش راجلنا؟ قالت لي راجلي كيف ما هو راجلك. صافي هنا دارت بيا الدنيا. الانسان اللي بغيته، اللي ضحيت على قبله، اللي خليت ماما وخديته، ضحيت معاه وصبرت على الدل يتزوج عليا. جا راجلي في العشيه وجهه صفر مخلوع، حيت جا عيط لي من التليفون ديال صاحبه وعاودت لي كلشي. ولد الحرام جا وجابها معاه في يديه. هذه كانت صدمه اخرى، ما دارش ليه اهتمام، ما راعاش ليا. دخلت من وراه، بقات عا كتشوف هي زوينه وباقا صغيره، كان عندها 20 عام وهنا عندي 30. بكيت غوت نتفت راسي، سولت بزاف ديال الاسئله. قال لي ما عندي ما ندير لك، داكشي اللي لقيتو فيه ما لقيتوش فيك، وانتي اللي خليتيني نبغيها. مشيت سديت عليا وشبعت عبكه. شويه وانا نوض مسحت دموعي وقلت علاش غادي نبكي، انا خصني ننتقم منهم بجوج. جمعت حوايجي وحوايج ولدي وغدا خارجه، لقيتهم جالسين في الصاله بحال حتى حاجه ما واقعه. قال لي بغيتي تجلسي مرحبا، بغيتي تخرجي الباب من وراك، ولكن ولدي ما غيخرجش. استسلمت الامر الواقع وجلست الارض. مستحيل نمشيو نخلي ولدي مع وحده بحال هادي. دخلت البيت ومن بعد منين خرجت وحده اخرى. مشيت لعندو قلت ليه شوف دابا هادشي اللي عطا الله عطاه، وحنا عندنا عائله، وفعلا انا فكرت لقيت خصني من شتت عائلتي. عنقني وباس لي راسي وقال لي هكا كنبغيك تكوني. انا قلت ليه مازال ما شتي والو في خاطري. من بعد بديت كنفكر كيفاش غنتخلص من الجنين، وهذه اكبر غلطه غلطتها، حيت الجنين ما عنده حتى شي ذنب. دازت المده وطيحته، عطيتها عشوب في اتاي، هي كتوجع وكتبكي وانا كنبكي من وراها، ماشي حيت بقات فيا، بغيت لها كثر من داكشي، وانما كنشوف ديك الروح البريئه اللي ما دارت حتى حاجه. مشات للسبيطار قالوا لها الجنين مات.